هواي لو جاردن الغردقه. يلا بينا. طبعا دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 6:30. بيجهزوا الويلكمينج او الفطار، بيكون في المكان ده في مدخل الاوتيل نفسه. وهنا الباب اللي بيوديكوا على طول على الشاطئ او بتنزلوا على الاكوا بارك. ده هنا اللوبي، بتدخلوا من مدخل الاوتيل من بره. اللوبي كبير جدا، في طبعا ريسبشن وفي مكان تاني للقعده وفي هناك كافيه. بعدين الجزء ده اللي هو فيه المطعم، وده طبعا اوبن بوفيه، فيه فطار وغدا وعشاء. ده بيكون انكلودينج مع الحجز. 7 صباحا الفطار، الساعه 1 الغدا، والساعه 6:30 العشاء. الديسبلاي ده بيوضح لكم الديلي اكتيفيتيز اللي بتحصل هنا في الاوتيل. يعني يوم الاحد مثلا بيكون دي الاكتيفيتيز الموجوده عندهم، يوم الاثنين، بقيه الايام طبعا الثلاث الاربع الخميس الجمعه السبت، فكل يوم في اكتيفيتيز معينه زي ما دلوقتي الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 7 بدا وقت الافطار. كل حاجه بسم الله ما شاء الله نظيفه، سواء في مصريين او في اجانب زي ما انتم شايفين الوضع كده. ده المكان اللي فيه السلطات. هنا بيعملوا الفلافل سخنه، هنا طبعا بيعملوا فريش اومليت، والناس كلها ما شاء الله واقفه طوابير عشان كل واحد يبدا ياخد الاوردر اللي هو عايزه. هنا كمان انواع تانية من الافطار. ده منظر الفندق من بره. سيبكم من الولد اللي بيعيط. خلونا نصور حمام السباحه الكبير، وفي حمام سباحه تاني. ده كمان مكان تاني وكلهم بيطلوا على حمام السباحه. ده حمام السباحه الرئيسي اللي موجود في الاوتيل. بسم الله ما شاء الله، شايفين حجمه قد ايه؟ تحت الغرف على طول هتلاقوا في منطقه هنا كده صغيره، دي منطقه شاليهات، والشاليه طبعا بيطل على حمام السباحه على طول. يعني اللي عايز يقعد في الغرف ممكن، اللي عايز يحجز في الشاليهات زي ما انتم شايفين مفيش مشكله. ودي برضو العاب مائيه للاطفال. ده مطعم بعد ما بيقفل فوق من الساعه 3 للساعه 5 بيفتح المكان ده. دي الشاليهات اللي انا حكيت لكم عنها، اللي هي بتطل على طول على حمام السباحه، ممكن تحجزوا فيها او ممكن تحجزوا فوق في الفندق. وطبعا اللي حاجز هنا يقدر ينزل في حمام السباحه ده او ده او اللي هناك، حتى اللي هناك يقدر ينزل هنا مفيش اي مشكله. حمام السباحه اللي في الوسط ده عمقه 180، يعني للكبار او اللي بيعرفهم يعوموا. شكل المنظر للاوتيل رهيب بسم الله ما شاء الله. حمامات السباحه اللي قدامه، وانا دلوقتي حاليا في نص الجاردن زي ما انتم شايفين. الشاليهات هنا على يميني وعلى شمالي. الاكوا بارك دي تشتغل الساعه كام؟ من 10 ل 12 ومن 3 الى 5:30. هنا شاليهات تانية برضو قدامها حمامات سباحه. ده منظر المطعم اللي موجود، ده مطعم السمك اللي موجود جوه فندق هواي لو جاردن. المكان اللي انتم شايفينه ده اللي هناك ده الاكشاك الصغيره دي الاكوا سنتر اللي خاصه بالاوتيل. يعني اللي عايز مثلا ياجر باراشوت، اللي عايز ياجر اي رحلات مائيه برضو موجوده هنا في البحر، اللي موجود في الغردقه عن طريق المكان ده للناس اللي موجوده جوه الاوتيل. شايفين الجمال كده. احنا وصلنا للشاطئ اللي موجود جوه فندق هواي لو جاردن. تكلفة الرحلة للغردقة انتوا مش هتصدقوا السعر. طبعا عندكم مش باليوم، لا بالثلاث ايام او الاربع ليالي او الخمس ليالي، حسب المدة اللي انتوا بتحددوها بيتحدد ليها السعر. من الحاجات الحلوة اللي عجبتني الكبدة اللي كانوا بيعملوها، وكمان الكفتة المشوية والدجاج المشوي على الفحم. دول اكتر حاجات عجبوني في الاوبن بوفيه اللي كانوا بيعملوه وقت الغداء والعشاء. ساعة الحظ ان انتوا تقعدوا الساعة 10 بالليل او 11. بصراحة الجو كان تحفة في الغردقة، محدش ينسى اكتبوا لي في التعليقات عجبكم الريفيو او لا، ويا ترى جربوا الفندق ولا لا. سلام.